النادي ده ولا نافع طبلة ولا طار، يا زمالك يا محتاس، ولا دوري ولا كاس. وجماهير الزمالك هتفضل في الأحزان طول عمرها، طول ما هي بتشجع نادي الزمالك. نادي الزمالك بيخرج من كاس مصر على ايد نادي طلائع الجيش بضربات الترجيح، وانا شخصيا مش مستغرب. نادي طلائع الجيش بقى عقدة نادي الزمالك، هو كسبه اخد منه 3 نقاط في الدوري العام. بس الموضوع هنا غريب جدا، يعني نادي الزمالك هو كان في ايده مثلا يطلع من كل ومن وجع الدماغ وينسحب، لان هو اساسا ولا نافع هنا ولا نافع هنا، ولا عنده لعيبه كبار عشان يبقى عنده ناشئين. بس انا دايما بقول لحسين لبيب شابوه، اللي انت بتفضل تخلينا دايما نضحكوا عليكوا ونلاقوا كلام نتكلموه. لعب بالناشئين، هو انت عندك كبار عشان يبقى عندك ناشئين؟ وبعدين ايه الجون اللي جابوه في الاخر ايه الراجل اللي بيجري ورا اللعيب بقاله 3 دقايق مش قادر يزقه ولا قادر يعمل له اي حاجه؟ على العموم بنقوله مبروك لنادي طلائع الجيش، وبنقول نادي الزمالك يا زمالك يا محتاس، ولا دوري ولا كاس ولا اي حاجه خالص. وبحلم بيك، انا بحلم بيك، وفي السوبر مستنيك يا حبيب قلبي.